بورسعيد اسم مدينة عزيزة علينا والتي تشتهر باسم المدينة الباسلة. أنشأت بورسعيد عام 1869 وهي ثالث مدينة في مصر اقتصاديا بعد القاهرة والإسكندرية. تضم بورسعيد العديد من المعالم المميزة والمباني الأثرية ذات الطابع المعماري الفريد. ونحن هنا نحاول تقديم بورسعيد للمشاهد من خلال بعض المهن المنقرضة والمحلات الأثرية المتبقية إلى الآن والتي يرجع عمر بعضها إلى أكثر من 100 عام. هذه الحلقة هي حوار تسجيلي لمحل التحف والهدايا الفرعونية والشرقية الشهير والتاريخي، ألا وهو إخوان الصياد، الكائن في تقاطع شارع منفيس مع شارع النهضة، ونرجو أن تنال إعجابكم هذه الحلقة. نحب نتعرف بحضرتك. اسم مصطفى محمد الصياد، رئيس شعبة تجار البضائع الشرقية وصاحب المؤسسة بتاعة إخوان الصياد. حضرتك بقالك قد إيه شغال في المهنة دي؟ طول عمري فوق عن 50 سنة. وحضرتك يعني بدأتها ولا ورثتها عن الوالد؟ لا، ورثتها عن الوالد. ويا ترى مين أشهر الشخصيات اللي زارت هنا حضرتك في المحل؟ الأسقف مكاريوس رئيس جمهورية قبرص، ورئيس جمهورية يوغوسلافيا جوزيف بوريس تيتو، ومحمد عباس زكي وزير التجارة والصناعة المصري. جالنا ناس كتير يعني. تمام. ولما جه الرئيس يعني كان ايه الموقف مثلا؟ احكي لنا ذكرياتك عن الموضوع ده. أني رئيس الرئيس جوزيف تيتو. أعجب بالصناعات اليدوية المصرية، وبيعتز بالصداقة المصرية اليوغوسلافية، وانطباعنا كان كويس ومرتفع إن رئيس جمهورية زارنا. فتلاقينا بعد منه رئيس جمهورية قبرص وشخصيات، يعني ده من فضل ربنا علينا. ولما جه كان اشترى مثلا حاجات كتيرة ولا ايه اللي حصل؟ لا، احنا طبعا ما غرمناهوش، احنا ادينا له هدية ما دفعش فيها فلوس. بالنسبة لمهنة الانتيكات، ايه رأي حضرتك فيها دلوقتي؟ وايه الفرق ما بين زمان وما بين دلوقتي؟ زمان كانت رواج وسياحة مزدهرة في المدينة. دلوقتي في حظر على السياح ما ينزلوش، لأن منطقة الشرق الأوسط منطقة متوترة، فما بيجوش. ما يعني فرق من السماء للأرض. طيب، كانت احسن سنين للمهنة دي كانت امتى مثلا؟ أحسن أيامها كانت أيام الزعيم الراحل محمد أنور السادات. كان رواج وكان ازدهار وكان سياحة حلوة كويسة. دلوقتي مفيش حاجة من دي. وهل حضرتك شايف ان المصريين بيهتموا بالانتيكات او الحاجات دي، او في حد بيزورك يشتري من المصريين مثلا؟ في، بس مش بالكمية بتاعت الأجانب. الأجانب مغرمين أكثر من المصريين. المصري عاوز حاجة بتاعت الأجنبي، والأجنبي عاوز الحاجة المصري. سايح مستوياته بتبقى أعلى. ايه اكتر جنسية كنت بتقابلها؟ أكبر جنسية إنجلترا. انجلترا. تمام. طيب ومين تاني غير الانجليز مثلا كانوا بيترددوا؟ تاني درجة من بعد الإنجليز الألمان، الالمان. الفرنساوي والإيطالي. وبالنسبة للمبيعات على الانترنت او كده، هل اثرت برضو على مبيعات الانتيكات وطبعا أثرت التخفيف، يعني إن الزبون عاوز تبقى السرعة في متناول إيديه، يلمسها بنفسه ويشوف صناعتها ودقتها. إنما بالمراسلات ما هي صحيح أثرت، بس مش بالقدر اللي هو يعني.
ايه موقف غريب مثلا حصل لك مثلا مع حد من الأجانب أو حاجة تتذكرها؟ هذا حاجة حرب، كان 56 العدوان الثلاثي، وبعتوا لنا إنذار إن احنا نفتح ونتعامل مع قوات المعتدية. فطبعا احنا كنا عاملين مقاطعة، فما رضناش طبعا نفتح. فنكاية بنا عملوا بعتوا لنا انذار في محدد الميعاد، وما نفذناش الميعاد، قاموا حارقينه. اجا المطافي يطفوا، منعوهم من اداء عملهم وسابوا الدكان ولع. بعد ما اخذوا مخف حمله وسقوا ثمنه. بالنسبة مثلا لأيام الاحتلال، من في مثلا مواقف تانية حصلت؟ كان الفدائيين شغالين شغل طيب عليهم، كل يوم يصطادلهم شوية لغاية ما خلناهم قلقانين. يعني مور هاوس و ويليامز دول خطفناهم ولا عورناهم. حضرتك مثلا سافرت برا مصر قبل كده؟ سافرت كتير، سافرت إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وقبرص وسويسرا. ما كانش في أصدقاء من برا مصر مثلا بيكلموك أو حاجة، أو حد بيجيلك على الدوام كل سنة؟ لا، لغاية النهاردة في مراسلات، يعني صداقة في الأعياد بالمناسبات، براسلهم بيراسلوني. مين مثلا صديق من دولة معينة ممكن تذكره لنا مثلا؟ أنت تعرفني؟ لا أنا ما أعرفش حد. لا، ناس كتير يعني اللي بيجي ويشيل مني حاجة بقلبها صداقة، واخد عنوانه وابعت له ويبعت لي ونتراسل. في واحدة نيوزيلندية لغاية النهاردة بتراسلني، المدة اللي بنتراسل فيها بقى النهاردة 61 سنة. لغاية النهاردة بتبعت لي وببعت لها. ومرة جت مصر وجت بورسعيد خصيصا عشان تشوفني. حضرتك مثلا بتتكلم كام لغة تعرفها عشان تتعامل مع السياح؟ إنجليزي، فرنساوي، إيطالي، ألماني. دول إجازة تامة في المدرسة والمعهد وكده. بعدين لغات تمشي شغلي، يعني أعرف إسباني، ياباني، بس مش قراية وكتابة. سماعي. سماعي. طيب ممكن تقول لنا مثلا حاجة بسيطة، مثلا صباح الخير بأي لغة، إيطالي أو أسباني أو؟ جوزن مورجن دي بإيه؟ بألماني صباح الخير. فرنساوي بونجور. إنجليزي جود مورنينج. باني مثلا أو بالإيطالي؟ بوندياز بالإسباني. بوندياز صباح الخير. بوندياز صباح الخير. احنا بنشكرك جدا على اللقاء الجميل ده. ده أنا اللي شاكر لكم الزيارة الجميلة دي، ونحب نتقابل تاني.